أهلا، معنا مجموعتين. المجموعة الأولى الحجر الأصفر، المجموعة التانية الحجر التركواز. اختار مجموعة من المجموعتين ويلا بينا كده نشوف. حط حلم في بالك ونشوف امتى الحلم اللي انت حطيته في بالك ده هيتحقق، ونصايح ليك عشان تحقق حلمك، ويعني في الآخر الحلم اللي انت حطيته ده هيتحقق ولا لأ. يلا بينا كده زي برضو لسه صاحية من شوية. هنبدأ بالاختار الحجر الأصفر. يلا بينا نختار الحجر الأصفر، ناخد له الدكة دي. خلينا نشوف أول حاجة، ما مدى واقعية تحقيق حلمك؟ هل حلمك اللي انت حطيته ده واقعي؟ اللي اختار الحجر الأصفر، هل اللي اختار الحجر الأصفر حلمك ده واقعي؟ ايه اللي المفروض تعمله؟ ايه اللي بيمنعك من تحقيق حلمك؟ هل ممكن تحقق حلمك خلال عام؟ هل من الممكن تحقق حلمك خلال عامين أو سنتين؟ هل من الممكن تحقيق الحلم خلال 3 سنوات؟ نصيحة البطاقات: خلاصة القول، هل سيتحقق الحلم؟ والله أنا شايفة اللي اختار الحجر الأصفر، ما مدى واقعية تحقيق حلمك؟ والله أنا شايفة إن حلمك ممكن، أغلب اللي اختار الحجر الأصفر ممكن بيفكر في سعادة زوجية أو ارتباط أو سعادة في ارتباط. فمدى واقعية تحقيق حلمك، وواضح إن حلمك يعني واقع وممكن فعلا تحققه، وشايفة ان حلمك يعني هيحقق لك فعلا سعادة كبيرة لو انت وصلت له، وشايفة ممكن جدا ان انت تحقق حلمك. انت مش حاطط حاجة مستحيلة يعني. ماذا يجب ان تفعل؟ طيب، والله انا شايفة ان انت المفروض تعمله ان انت يعني تكون قوي وتقاتل بشراسة علشان حلمك، واي حد بيحاول يحبطك او يأخر من شغفك علشان توصل لحلمك، أو يحطلك حدود وحواجز صعبة، المفروض إن أنت تبعد عنه، وإنك تنافس علشان توصل لحلمك، ويعني تسيبك من الركود والجمود وتتحرك يعني. طيب، ايه اللي بيمنعك من تحقيق حلمك؟ ممكن الاشخاص الكدابة اللي حواليك، ممكن انت بترتبط باشخاص سيئة، اشخاص كدابة، اشخاص نصابة، ممكن ناس بتكذب عليك، ناس بتشتمك، ناس بتقولك كلام سلبي. ف يعني دول اشخاص بيمنعوك عن تحقيق حلمك، وممكن انت عشان حساس بتتأثر بكلامهم، فانت بتتأثر بالنقد وبالكلام السلبي. واضح برضو ان انت عندك منافسين كتير للحلم بتاعك، لازم تتغلب عليهم. طيب، هل من الممكن تحقيق الحلم خلال عام واحد؟ الإجابة لأ. هل ممكن تحقيقه خلال عامين؟ أيوة. شايفة إن حلمك هيتأخر شوية عن سنة، ولكن خلال عامين هتكون حققته، أو سنتين. شايفة خلال 3 سنين هتكون استقريت في الحلم بتاعك وأوريدي حققته، مش هتستنى ل3 سنين، وشايفة حلمك مش هيطول قوي. لكن لو احنا كنا بنسأل هل حلمك هيتحقق خلال هذا العام، فالإجابة لأ. لكن يعني خلال عامين هيكون الحلم اتحقق. مش شرط تقعد السنتين كاملين، لكن في الفترة دي هيكون حلمك اوريدي اتحقق، وهتكون فخور بنفسك، هتكون استقريت كتير جدا نفسيا وجسديا. شايفة كمان نصيحة البطاقات ليك، يعني نصيحة البطاقات بتقولك يعني قوم من منطقة الراحة
وما تسعاش ورا حد. يعني انت ممكن رابط احلامك مع حد من الماضي، والشخص ده مش في ايده حاجة يعملها لك. فانت ممكن لو حطت حلم او هدف ما تعلقوش بشخص معين، وما تثقش في الناس زيادة عن اللزوم. ويعني اربط حلمك بربنا مش بالاشخاص ومش بالافراد. وخلاصة القول، هل سيتحقق الحلم؟ ايوه هيتحقق الحلم. وشايفة ان انت يعني هتكون متوازن في حياتك، وهتقدر تحقق حلمك. هتكون مستقر جدا نفسيا. عندي هنا برج الحوت والأسد والجوزاء والدلو والسرطان والأسد والعذراء والدلو والثور. دي الأبراج اللي ظهرت معانا، يبقى أيوة حلمك هيتحقق. خلينا كده نشوف اللي اختاروا الحجر التركواز. اللي اختاروا الحجر التركواز، هل حلمك هيتحقق ولا لأ؟ اللي اختار الحجر التركواز، أول حاجة ما مدى واقعية تحقيق حلمك؟ يلا بسم الله. ما مدى واقعية تحقيق حلمك؟ ايه اللي المفروض تعمله؟ ايه اللي بيمنعك من تحقيق حلمك؟ هل من الممكن ان حلمك يتحقق خلال عام واحد؟ هل من الممكن انه يتحقق خلال 3 سنوات؟ هل من الممكن يتحقق خلال 2 سنين؟ بدل دول 2 ودي 3 سنوات. نصيحة البطاقات، خلاصة القول. هل حلمك يعني واقع أو تقدر إن أنت تحققه؟ مدى واقعية حلمك. شايفة إن يعني حلمك واقعي جدا، بس ممكن لو أنت حلمك إن أنت تكون أسرة أو عيلة أو حاجة زي كده، شايفة إن أنت هتقدر يعني توصل للحلم ده. إيه اللي المفروض تعمله؟ ممكن عندك التغيير والتجدد، وتكون مبدع في أفكارك، وممكن يعني تختار حاجة جديدة بقى. ايه اللي بيمنعك من تحقيق حلمك؟ انا شايفة ان انت حد يعني درامي قوي وكسول شوية وعاطفي زيادة عن اللزوم، وده بيأخرك. هل من الممكن ان حلمك يتحقق خلال عام واحد؟ شايفة انه خلال عام واحد هيكون صعب. شايفة يعني خلال عامين او كده هيكون ممكن. في ناس حاطة برضو حلم السفر وكده، ان هي تسافر، هتقدر ان انت تسافر. تمام، بس ما تتعلقش بعيلتك زيادة عن اللزوم. فشايفة يعني هل خلال عامين هتقدر تحقق حلمك؟ لو حلمك السفر فهو اما بقى يعني خلال 3 أعوام، شايفة ان انت هتكون حققت stability واستقرار في عملك. تمام، فانا شايفة ان حلمك يعني خلال سنة هيكون برضو لسه متعب، هتكون لسه بتعافر، هتكون لسه ما وصلتش. حلمك متعب ممكن وطويل، لكن هتقدر ان انت تحققه. ممكن كمان تنتقل من مكان عيلتك، من بيتك لبيت تاني، تروح لمكان تاني. حتى لو انت مطلقة ممكن تتجوزي. هل من الممكن تحقيق حلمك؟ نصيحة البطاقات، انتظر. يعني انت مش في ايدك ممكن حاجة تعملها. خلاصة القول، هل هيتحقق حلمك؟ بس ممكن حلمك يتحقق مع شخص جديد، يعني مش حد من الماضي. يعني شايفة ان انت اتعرضت للرفض من اشخاص نرجسية. ممكن للبعض كمان تكون اتعرضت لزواج سابق سيء. عموما شايفة تعويض وحد جديد ممكن داخل حياتك او كده. ممكن تكون اتعرضت لعلاقة سامة قبل كده، وشايفة ربنا يعوضك بحد مناسب.
شايفة حلمك هيتحقق فعلا، بس اديله شوية وقت لأنه واضح إنه طويل الأمد، وما تستسلمش، لأن واضح إن أنت ممكن مولود في عيلة عليها كرم أو ديون كرمية تقيلة جدا، فأنت حاسس إن أنت شايل معاناة كبيرة قوي من ساعة ما طلعت على الدنيا، وأنت بتعافر في حاجات كتير قوي في حياتك عشان توصل. عندي هنا برج العقرب والقوس والحوت والحمل والدلو والميزان والعقرب والسرطان والحوت والقوس. اكتب في الكومنتات استقبل الطاقة عشان القراءة تنطبق معاك.